Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، يسرني ويسعدني أن أكون معكم في هذه الخميسية الطيبة المباركة المسمات بخميسية النخبة، لنتناول موضوعا معاصرا يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يعني أثير كثيرا وتتجاذبه بعض الأطراف، فارتأيت أن يكون هذا الموضوع هو محل مباحثتنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه جل في علاه. وموضوع اللقاء هو موقف الشيخ الألباني رحمه الله من الحديث الضعيف دراسة وتحليل. هذا الموضوع أيها الأكارم أخذ حيزا من النقاش المعاصر، أخذ حيزا كبيرا من النقاش المعاصر، فهناك يعني من تكلم عن موقف الشيخ الألباني رحمه الله من الحديث الضعيف بكلام يعني ليس بصواب. استدعى هذا الكلام إلى تجلية الأمر، استدعى هذا الكلام تجلية هذا الأمر ببحث نحسب أننا سنسلكه بطريقة موضوعية. فكان من أسباب اختيار هذا الموضوع هو خوض بعض المعاصرين في مسألة العمل بالحديث الضعيف بغير علم، ولأن هذه المسألة حساسة، تتعلق بالعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق كذلك بباب عظيم ألا وهو باب البدع والمحدثات. فحق لطالب العلم أن يعتني بهذا الباب حق العناية لتعلقه بالحفاظ على المصدر الثاني من مصادر الشريعة، ألا وهو الحديث النبوي أو السنة النبوية. كذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع اتهام بعض المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله بأن له موقفا مجحفا في التعامل مع الحديث الضعيف، وكأنهم نحوا معينا يتهمون فيه الشيخ أنه جاء بما لم يأتي به الأوائل، وأنه خالف كما ادعى بعضهم إجماع العلماء حين رفض الحديث الضعيف، أي رفض العمل بالحديث الضعيف. وهذه في الحقيقة مسألة معاصرة تحتاج منا إلى عرضها على أصول العلم من غير تعصب ومن غير ميلان، وإنما القضية تتعلق بالحجة. كذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع عدم فهم بعض طلبة العلم صنيع الشيخ الألباني رحمه الله في مشروعه الكبير في تنقية السنة النبوية. فالشيخ كما لا يخفى عليكم عاش حياته وكرسها لمشروع عظيم، ألا وهو مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة. وكان يعني من نتاج هذا المشروع هذا التمييز الذي نجد في كتبه بين الحديث الصحيح والضعيف. فبعض معالم هذا المشروع لم تتضح لطلبة العلم، فحق لنا نحن الذين تأخر عصرنا أن نوضح جهود علمائنا وأن نوضح مقاصدهم حتى يحسن الفهم لما قاموا به. وينبثق عن هذا إشكالية التي سيجيب عنها هذا اللقاء إن شاء الله. الإشكالية الحقيقية لهذا اللقاء هي ما حقيقة موقف الشيخ الألباني من الحديث الضعيف. ويتفرع عن هذه الإشكالية إشكاليات أخرى. نستطيع أن نقول هل خالف الشيخ الألباني منهج النقاد في التعامل مع الحديث الضعيف؟ لأننا في هذا العصر يعني هناك عودة طيبة ودعوة طيبة إلى العودة إلى منهج النقاد، وهي في الحقيقة في أصلها دعوة طيبة مباركة، لأن الرجوع إلى كلام السلف من النقاد هو الحق الذي لا مرية فيه. لكن اتهام المعاصرين بأن لهم تباينا منهجيا بينهم وبين المتقدمين هذه مسألة طويلة الذيل لا داعي لذكرها. الذي يهمنا في هذا اللقاء هل خالف الشيخ الألباني منهج النقاد في التعامل مع الحديث الضعيف؟ كذلك هل أهدر الشيخ الألباني الحديث الضعيف مطلقا ولم يستفد منه؟ كذلك مما ينبغي أن نجيب عليه في هذا اللقاء
ما هو السبب الحقيقي لاعتراض بعض المعاصرين على موقف الشيخ الألباني رحمه الله من الحديث الضعيف؟ إذن هذا الذي سنأخذه بإذن الله سبحانه جل في علاه. وقبل الخوض في هذه المسألة لا بأس أن نذكر، وإن كان الشيخ رحمة الله عليه أشهر من أن يعرف، لا بأس أن نعطي بعض النقاط والومضات في حياة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. معروف اسمه هو محمد ناصر الدين الألباني، المتوفى سنة 20 و400 وألف من الهجرة. هو أشهر محدث في عصرنا، صاحب المشروع العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة. وما من مشتغل بعلم الحديث، بل وما من مشتغل بالعلم الشرعي، وما من خطيب وما من داعية إلا وهو يعرف هذا الشيخ. لماذا؟ لأنه كرس حياته لهذا العلم، ولأنه خرج الأحاديث، ولأن كل مشتغل بهذا العلم إلا ويحتاج إلى شيء من كتبه في حكمه على الأحاديث. هذا الشيخ له سيرة طيبة مباركة معروفة، فقد عرف رحمة الله عليه بحرصه على عقيدة السلف، وعرف رحمة الله عليه كذلك بتمسكه بالسنة النبوية والعمل من أجل إحيائها وتطبيقها قولا وعمل، وخدمتها بمؤلفاته ومحاضراته. وسيرته أظن أنها مشهورة، ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب اسمه حياة الشيخ الألباني لمحمد الشيباني، ففيها الكثير والكثير عن حياة هذا الشيخ رحمة الله عليه. هذا الشيخ اعترفت بمجهوداته يعني الهيئات العالمية كجائزة الملك فيصل العالمية، فقد أعطته الجائزة ونالها لخدمة السنة النبوية. وهذه الجوائز إنما نحتج بها لأنها صدرت عن مجامع وعن هيئات علمية محترمة، حتى لا يقال أن الثناء على الشيخ إنما صدر من الذين ينتمون إلى مدرسته ومذهبه، لا، بل هذا الأمر يعني معترف به عند الهيئات العلمية. له العشرات من المؤلفات تقريبا، الذين أحصوا مؤلفاته قالوا هي 150 كتابا تقريبا. يعني الكتاب إذا قلنا كتاب يعني عنوان، وفي مئات المجلدات. فمثلا إرواء الغليل هو كتاب لكنه في أكثر من، أظن في 9 مجلدات أو أكثر، فهذا كذلك يعني يدخل في هذا العد. وتصوروا هذا النتاج العظيم وهذه الجهود الطيبة المباركة. يرجع إليه الفضل في إحياء علم الحديث في هذا العصر، وهذه حقيقة لا يكابر فيها أحد، بل المؤالف والمخالف يعترف أن من حرك علم الحديث في هذا العصر بعد الشيخ أحمد شاكر ومن كان قبلهما هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الذي جعل الناس يفتشون في صحة الأحاديث بعد أن كانوا يسوقون الأحاديث ويقولون هذا حديث شريف. فالشيخ رحمة الله عليه بجهوده علم الناس أن يبحثوا في الصحيح والضعيف، وأن يتثبتوا في نسبة الكلام إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن لم تكن للشيخ فضيلة فتكفيه هذه الفضيلة العظيمة. وما نحن طلبة العلم في هذا العصر إلا حسنة من حسنات هذا الشيخ، فإن جهوده وإن يعني نصائحه هي التي صرفت همم الكثير، والعبد الضعيف واحد منهم، هي التي صرفت هممنا لطلب علم الحديث والاشتغال به والبحث عن مسائله والتنقيب على فروعه، فرحمه الله وجزاه الله خيرا عما قدم لأمة الإسلام. الشيخ رحمة الله عليه حكم على قرابة 50,000 حديث أو أكثر، وهذا جهد تعجز عنه بعض الهيئات العلمية، فكيف بجهد يعني شخص واحد أمضى أكثر من 50 سنة في علم الحديث، يعني تأليفا وتدريسا وتحقيقا وتنقيحا. هذه جهود ينبغي أن تذكر فتشكر، هذه جهود ينبغي أن نعترف بها ولمن بذلها، سواء يعني وافقنا الشيخ أو خالفناه، فهذه الجهود لا يمكن أن نتجاوزها، بل يجب علينا أن نشكر، لأن هذا هو العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وقد شهد له العلماء رحمة الله عليهم، وهم المرضيون الذين إذا تكلموا إنما يتكلموا بعدل، ويتكلمون يعني بروية ولا يجازفون في كلامهم. على رأسهم أناس اتفق الناس على إمامتهم، منهم الشيخ العلامة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز،
فقد أثر عنه أنه كان يقول عن الشيخ: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وقال الشيخ الإمام الفقيه ابن عثيمين عليه رحمة الله عنه: إمام في الحديث لا نعلم أحدا يباريه في عصرنا. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه إمام أهل اليمن: إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لا يوجد له نظير في علم الحديث وقد نفع الله بعلمه. ويقول شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وهو حي يرزق: الشيخ الألباني رحمه الله يعد من المجددين لعلم الحديث. نعم، فإذا نظرنا إلى أعماله نجزم يقينا بأنه من المجددين. وإنما سقت هذه النصوص أيها الأكارم ليس كما قد يتصور بعض الناس، ليس غلوا في الشيخ، وإنما بيانا للحقيقة. لأن الأجيال التي نشأت في هذه 10 أو 20 سنة الأخيرة لعلها لم تدرك مثل هذه الأقوال ولا تعرف قدر الأئمة، فإذا سقنا لها مثل هذه الأقوال من هؤلاء الكبار علموا مكانة هذا الرجل، فيتعامل معه بما هو به أهل، ولا يقع في شراك من يريد أن يهون من علم الشيخ ويتهمه بالتقصير في هذا العلم وأنه لا يعرف أبجديات هذا العلم، أو أنه على طريقة المتأخرين، أو أنه كان لا يقيم للمتقدمين وزن وغيرها. هذه الشهادات هي أوسمة في صدر هذا الرجل الذي هو مفخر للأمة الإسلامية، حتى ننزل الناس منازلهم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمطلوب من كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينزل الناس منازلهم وأن يعدل في حكمه على الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومع هذا أيها الأكارم إن تعظيمنا للشيخ الألباني رحمه الله وإن محبتنا له محبة شرعية وليس فيها تعصب ولا ادعاء للعصمة ولا غيرها من الأمور التي يقوم بها بعض المتعصبة لشيوخهم في المذاهب الفقهية أو العقدية. فالواجب علينا نحن طلبة العلم تعظيم العلماء السابقين الربانيين الذين حكموا الكتاب والسنة قولا وعمل. يجب علينا أن نعرف قدرهم وأن نثني عليهم وأن ندعو لهم من غير تعصب وادعاء للعصمة. فإن العلماء يهلك فيهم اثنان أو رجلان: رجل يغلو فيهم ويجعل أقوالهم من جنس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو مذموم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى العصمة لعالم من العلماء القدماء والمعاصرين فهو ليس على السبيل المرضي. وكان مما اشتهر عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه كان يقول: العلم لا يقبل الجمود. قد يقول القائل: ولما هذا الكلام وهو معروف؟ نقول هذا الكلام لأني لمست من خلال مناقشة لبعض الناس في بعض آراء ومواقف الشيخ الألباني أنهم دائما إذا رأوا شخصا يدافع عن العلماء يقولون أنك متعصب له ولآرائه لأنك تنتمي إلى مدرسته ونحوها من الاتهامات المسبقة. لا، نحن طلبة علم، وطالب العلم تحرر من التقليد وذهب إلى مرتبة الاتباع، وهي الأخذ بأقوال الشيوخ اتباعا للدليل وليس تقليدا أعمى. لذلك رأيت أن المشايخ لما يزكون الشيخ الألباني رحمه الله دائما يلحقون هذا الأمر فيقولون: والشيخ رحمة الله عليه ليس بمعصوم. وهو الشيخ عبد العزيز بن باز يقول عن الشيخ الألباني: وهو ليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ وقد يضاعف ويخطئ، لكن الجملة يغلب على عمله في التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. إذن هذه الأمور واضحة من الأول حتى لا يصنف الكلام على الشيخ تصنيف التعصب وتصنيف الانتماء ونحوها من الأمور. الشيخ نحبه والحق أحب إلينا منه. بل أخبر عن نفسي شخصيا أني أفرح كثيرا حين أقرأ في مسألة أو في تخريج حديث فيتبين لي
أن كلام الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة كلام يعني مرجوح وكلام غيره راجح. أفرح، أتدرون لماذا؟ أفرح لأن طالب العلم يحس أنه ليس مقلدا، يحس أنه يتبع الدليل ولا يتبع الشيخ. فالشيخ نحبه نعم، لكن نفرح بمخالفته. هذا الفرح لماذا؟ حتى يستيقن الإنسان أنه ليس يعني مقلدا في كل قول يقوله. هذا هو طالب العلم، وهذه نصيحتي لطلبة العلم: أن لا يغلو في الشيخ وأن لا يجفو فيه، وأن يسلكوا فيه مسلك العدل. وإن من بعض مظاهر يعني الغلو أن بعض الناس مثلا، بخاصة طلبة العلم، أثناء تخريجه للأحاديث، وهذا من آثار يعني عدم الأخذ بأقوال العلماء، تجده دائما هذا الحديث صححه الألباني، ضعفه الألباني، لا ينقل لك حتى أقوال العلماء. فهذا خطأ، هذا نعترف به، هذا يقع فيه بعض إخواننا، وهذا خطأ. إذا نقلت يا طالب العلم حديثا من سنن الترمذي، فأول ما انقل قول الترمذي في الحديث، قل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ثم صححه الألباني وصححه أحمد شاكر وصححه عبد القادر الأرناؤوط. أما أن ينظر الإنسان إلى المعاصرين نظرة تعظيم ويحتقر كلام العلماء المتقدمين بحيث لا ينقله ولا يعبأ به، فهذه يعني مبالغة من بعض المعاصرين هداهم الله وهدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل. فتعلموا يا طلبة العلم في بحوثكم وفي دراساتكم، نوعوا من النقولات، لا تأسروا أنفسكم في أحكام الشيخ الألباني مع أنه عالم عظيم، نعم لا شك في ذلك، لكن لا تأسروا أنفسكم في أحكام شخص معين، لا هو ولا الشيخ أحمد شاكر ولا شعيب ولا عبد القادر. ابحثوا حيثما كان الحق، فالحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. إذن هذه مقدمة حول مكانة الشيخ رحمة الله عليه. الآن نلخص موقف الشيخ الألباني من الحديث الضعيف، وهي القضية الأساس التي أقمنا المحاضرة من أجلها. أولا، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح المذموم، فلا ينبغي العمل به، وهذا شيء متقرر في الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والمقصود بالظن هنا الظن المرجوح، أما الظن الراجح فهو معمول به في شرعنا. لذلك يأخذ أهل السنة والجماعة بخبر الآحاد في العقائد والأحكام، وإن أفاد الظن على قول بعض أهل العلم لأنه ظن راجح، والظن الراجح معمول به في ديننا. الشيء الثاني أن الأحاديث الضعيفة عند الشيخ اختلطت بالصحيحة، فهو يرى وجوب تمييزها للناس، وهذا في الحقيقة شيء لم ينفرد به الشيخ، فقد نعى الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الصحيح على من يقذف إلى عوام الناس الأحاديث من غير بيان صحيحها من ضعيفها. يرى الشيخ أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة هي سبب نشوء البدع والمحدثات، وهي نقطة مهمة وجوهرية فيما نحن بصدده. إن موقف الشيخ رحمة الله عليه الحازم من الأحاديث الضعيفة يرجع إلى الواقع الذي كان يعيش فيه. فقد عاش الشيخ ورأى بأم عينه كيف يتكئ بعض الناس على الأحاديث الضعيفة في تقرير البدع والمحدثات، فهذا يعبد شجرا وحجرا ويستدل بقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. فيبنون بدعهم في عبادة غير الله على أحاديث ضعيفة. وهكذا يعني أحاديث كثيرة جدا هي سبب نشوء بدع ومحدثات. لذلك كان الشيخ حازما في بيان قضية الحديث الضعيف وتمييزه عن الحديث الصحيح. رابعا، ما تحتاجه الأمة في دينها موجود في الأحاديث المقبولة، يعني بشقيها الصحيح والحسن، ولا حاجة لنا بالأحاديث الضعيفة. نعم، هذه قاعدة ينطلق منها الشيخ، وهو أن الحديث الصحيح والحسن فيه ما يغني هذه الأمة. فلماذا يعني نلتفت إلى الأحاديث الضعيفة نؤسس عليها أحكاما عقدية أو فقهية أو أخلاقية؟ إذن فهذا هو ملخص موقف الشيخ الألباني رحمه الله من الحديث الضعيف. وأنت ترى يا طالب العلم
أن الشيخ يعني لم يخرج عن آراء أهل العلم المعروفة، فجميع هذه الآراء قال بها أهل العلم، وكل طالب علم له اطلاع واهتمام بعلم الحديث إلا ويعلم أن هذه المبادئ التي اتكأ عليها الشيخ هي مبادئ أهل الحديث، لم يزد شيئا عليها ولم يخترع شيئا لم يقله يعني العلماء. وهذا نص يعني الشيخ الألباني في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب يوضح رأيه، ننقله الآن ليتضح الأمر. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وأنا أنبه طلبة العلم هنا إلى مصطلحات دقيقة حتى لا تختلط عليهم الأمور. فرق بين العمل بالحديث الضعيف وبين رواية الحديث الضعيف. الشيخ هنا يتكلم عن العمل بالحديث الضعيف، يعني بناء أحكام شرعية عملية على الحديث الضعيف، ولا يتكلم على رواية الحديث الضعيف. فإن الحديث الضعيف قد نرويه لماذا؟ للاستشهاد، للاستئناس، للمتابعات والشواهد. هذا شيء آخر، قضية أخرى. نحن نتكلم عن العمل، إنما نتكلم هنا عن العمل. يقول الشيخ هنا: أنا مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الأحكام. قال لأمور: أولا، لأن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا، والعمل بالظن لا يجوز. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه. قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه، فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. ثالثا: أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية عما لم يثبت، كما هو الأمر في هذه المسألة إلى آخر قوله رضي الله عنه ورحمه وتقبله في الصالحين. إذن هذا هو ملخص موقف الشيخ رحمة الله عليه من الحديث الضعيف. الآن نأتي إلى اعتراضات المعاصرين على موقف الشيخ رحمة الله عليه هذا الذي سبق ذكره. اعترض بعض المعاصرين على موقف الشيخ ونسبوه إلى الجهل، نسبوه إلى مخالفة الإجماع، نسبوه إلى الابتداع في علم الحديث، ولهم أقوال كثيرة لعلنا نستعرض أبرزها. يقول ممدوح سعيد وصاحب كتاب التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف، وهو حي يرزق، يقول: قد رأيت الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني يمنع العمل بالضعيف مطلقا. وركزوا معي على كلمة يمنع العمل بالضعيف مطلقا، لأننا سنرد على هذه المقولة. قال: وقد رأيت عمله هذا مخالفا لطريقتي الفقهاء والمحدثين. إذن هو ينسبه إلى مخالفة المحدثين، يعني عموم المحدثين. قال: وأنه يحدث خللا كبيرا واضطرابا ظاهرا في أدلة الفقه الإجمالية والفرعية. يعني قوله بعدم الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال يحدث اضطرابا كبيرا في أدلة الفقه إلى آخر قوله. إذن هذا هو قول ممدوح سعيد. ويقول الدكتور يسري جابر، وهذا قد سمعته وهذا أفحش نوعا ما في القول، قال: بدعة الألباني أن الحديث الضعيف يهمل. يعني يقصد أن الشيخ رحمه الله يرى أن الضعيف يعدم بحيث لا نحتاجه في أي أمر من الأمور. قال: ومشى عليه سلفية العصر، كل ذلك كان مخالفا للسلف الصالح. إذن فهو ينسب إلى البدعة وينسب أتباعه وأتباع مدرسته كذلك إلى اتباع هذه البدعة ومخالفة السلف الصالح، فلا ندري من هؤلاء السلف الصالح الذين كانوا يعتمدون الأحاديث الضعيفة في عباداتهم. طيب، نحن طلبة علم نعرض الأقوال على نصوص الكتاب والسنة، نعرض الأقوال على أدلة البحث العلمي، فمن كان محقا فله الحق ومن كان مبطلا فله الباطل، فلا ننحاز إلا للدليل بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الدكتور عبد القادر حسين، وله تسجيل في هذا الأمر، يقول: من البدع التي وقع فيها السلفية رفض الحديث الضعيف مطلقا، يعني من غير تفصيل في هذا، وقال بأن هذا من البدع المحدثة. فهذه يعني أبرز الأقوال المعاصرة التي اعترضت على موقف الشيخ من الحديث الضعيف. وفيه أقوال أخرى
يعني أعرضت عنها حتى لا نكثر الكلام، فيكفينا هذه الأقوال الصريحة التي اتهمت الشيخ رحمة الله عليه بأنه يعني له موقف سيء من الحديث الضعيف. الآن ملاحظات على هذه الاتهامات. بعد تدبر هذه الاتهامات ظهرت لي بعض الملاحظات، ملاحظات جوهرية حتى لا نستفصل ولا نتشعب في الكلام. الملاحظة الأولى أن هؤلاء المعاصرين المعترضين لم يفرقوا بين رواية الحديث الضعيف واستعماله والعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام. فرق يا طلبة العلم بين رواية الحديث وبين العمل بالحديث. فلا زال علماؤنا يروون الأحاديث الضعيفة في كتبهم، اللهم إلا من اشترط الحديث أو اشترط الصحة في كتابه، والذين لم يشترطوا الصحة كلهم يروون الحديث الضعيف ولا مشكلة عندهم في ذلك. أما العمل بالحديث الضعيف هو أن يقيم الإنسان شعيرة من الشعائر بناء على حديث ضعيف ليس له شاهد أو أصل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك نسبوا الشيخ إلى إعدام الأحاديث الضعيفة، والحقيقة أنه لا يقول بعدم جواز رواية الحديث الضعيف، وإنما يقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف. ثانيا، آثار التعصب المذهبي ظاهرة على هذه الاعتراضات. فبعد تتبع جذور مقالات هؤلاء المعترضين وجدناهم يدافعون الأحاديث الضعيفة بكل قوة، وفي الوقت نفسه يضعفون الحديث الصحيح ولا يأخذون به إذا خالف معتقدهم. وعلى سبيل المثال حديث الجارية أين الله في السماء اعتقها فإنها مؤمنة، حديث صحيح في البخاري ومسلم، هذا حديث اتفقت الأمة على صحته. طيب هل يعمل به هؤلاء؟ لا يعملون به، بل يتطلبون له العلل ويقولون كانت جارية سوداء وكانت جارية لا تفقه ولا يمكن أن نأخذ بقولها. وفي الوقت نفسه يدافعون عن بعض الأحاديث الضعيفة ويستميتون في الدفاع عنها لأنها تخدم مذاهبهم. فتجد الواحد منهم يدافع عن حديث لأنه يدافع عما هو واقع فيه من الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. إذن هذا ملحظ مهم جدا. وقد يقول القائل أليس هذا طعن في النيات؟ لا، ليس هذا طعن في النيات، هذا تتبع للقرائن الأحوال وقرائن المقالات. فالإنسان يرى ويميز من خلال القرائن أن للتعصب المذهبي أثر كبير جدا في الاعتراض على قول الشيخ رحمة الله عليه، وقد أتينا بالدلائل على هذا الأمر. ثالثا، هناك مجازفة في إطلاق القول بأن الشيخ الألباني يرفض الحديث الضعيف مطلقا. هذه مجازفة تدل على أن المعترضين يعني يلقون الكلام على عواهله من غير تثبت. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وأمرنا أن نحاسب الناس بما قالوا وأن لا نحاسبهم على أشياء لم يقولوها. وإن من أعظم الباطل الإطلاقات التي يطلقها والتعميمات التي يعمم بها بعض الناس. فآفة طلبة العلم في هذا العصر هو التعميم. لذلك أنا دائما كنت حريصا، وفي هذه المحاضرة بحمد الله كنت حريصا دائما لما أذكر أقول وقال بعض المعاصرين وقال بعض المعترضين. فدائما التبعيض هو مندوح لطالب العلم حتى لا يقع في هذا التعميم المذموم الذي فيه جناية. فهنا مجازفة عظيمة أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ينكر الحديث الضعيف مطلقا، وسيأتي الرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى الفصل الموالي، وهو الفصل الأساس في هذه المحاضرة، يتعلق بجواب الاعتراضات على موقف الشيخ الألباني من الحديث الضعيف. الآن سيأتينا الجواب التفصيلي على اتهام الشيخ بهذه التهم المتعلقة بالحديث الضعيف. فأقول وبالله التوفيق. المسألة الأولى والاعتراض الأول الذي اعترض به على الشيخ قولهم أن الشيخ الألباني ابتدع القول بترك العمل بالحديث الضعيف. وقد حاول هؤلاء المعاصرين أن يصوروا الشيخ رحمة الله عليه منفردا بهذا القول، محدثا هذا القول، مخالفا به إجماع العلماء السابقين الذين كانوا على العمل بالحديث الضعيف، ثم جاء في هذا العصر فابتدع شيئا خالف به السلف الصالح. لما رجعنا إلى العلم ونحن طلبة علم نزن الأقوال
بميزان الدليل، لا نتعصب إلى فلان ولا إلى فلان. والله وبالله لو وجدنا الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة لنسبناه إلى الخطأ ولا يتحرك فينا شيء. نحن نحب العلماء ولكن لا نغلو فيهم، فإن من أوسع أودية الباطل كما قال العلامة المعلم رحمة الله عليه، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. نحن لا نغلو في الأفاضل، ولو وجدنا أي شيخ من الشيوخ يعني أخطأ في مسألة لقلنا أخطأ وهذا مغبور في بحر حسناته. قالوا هنا الشيخ ابتدع هذا القول. رجعنا إلى كتب العلم وكتب الحديث فوجدنا هذا القول قد قال به المحققون من العلماء. قلت هنا بل هو قول المحققين من العلماء. فهذا مذهب من؟ مذهب إمام الصنعة وإمام الدنيا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وهذا مذهب الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وقد وضحه وبينه في مقدمة صحيحه حين أنكر على الذين يلقون إلى الناس الأحاديث الضعيفة من غير تمييزها وغيرهم. وإذا تقدمنا قليلا وجدنا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه أبو محمد، كذلك هذا المذهب ينسب لابن العربي المالكي صاحب العارضة عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وينسب هذا القول للإمام ابن تيمية رحمه الله، وينسب هذا القول للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. إذن هؤلاء يعني ثلة من العلماء المحققين المعترف لهم من مذاهب مختلفة يقولون بترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب هناك اعتراض، سمعت أحدهم يعترض يقول لا، نسبة هذا المذهب لهؤلاء باطلة لأننا وجدنا في كتبهم أحاديث ضعيفة. الجواب على هذا الاعتراض كالآتي: ينبغي عليك أيها المعترض أن تفرق بين العمل بالحديث الضعيف ورواية الحديث الضعيف. فالبخاري روى الأحاديث التي ليست بصحيحة وتقارب الصحيح والحسن في كتابه الأدب المفرد مثلا، نعم، لكن هل عمل بها لوحدها؟ لا، هو أوردها من باب الاستشهاد على أصل ثابت بالقرآن والأحاديث الصحيحة. نحن نتكلم هل عمل البخاري ومسلم وهؤلاء الجماعة بحديث ضعيف ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا، لأنهم يقولون بترك العمل بالحديث الضعيف. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وله في ذلك نص نفيس، وقد كان قبل الشيخ الألباني رحمه الله، ونص أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز لأن في الصحيح غنية عن الضعيف. فلماذا يقال أن الشيخ ابتدع هذا القول؟ ولماذا لا يناقش هؤلاء العلماء ويناقش الشيخ؟ السبب واضح جدا، السبب هو دعوة الشيخ، تلك الدعوة القوية التي ملأ بها الدنيا، دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هي التي جعلت هؤلاء المعترضين يركزون السهام حوله هو فقط، وإلا فقد تكلم بهذه المسألة من المتقدمين من ذكرت لكم. ثانيا، إن تبني مثل هذا المذهب شيء يحمد عليه العالم ولا يذم، لأن فيه احتياطا للسنة وصيانة لها عن الدخيل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الإنسان إذا احتاط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمد على ذلك لا أن يذم. فمبنى علم الحديث كما لا يخفى على المشتغلين به، مبنى علم هذا الحديث على الاحتياط وعدم جواز نسبة الأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما استيقناه. إذن هذا المذهب ناشئ عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوصانا فقال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وغيرها من الأحاديث والآثار عن السلف التي تدعو إلى التأني في نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نحن نرى في عصرنا، وبسبب التهاون في هذه المسألة نرى بعض الخطباء وبعض الدعاة يعني يعظون الناس بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، أحاديث لا أصل لها. فإذا قيل لواحد منهم: لماذا تنسب هذا لرسول الله؟ فيقول لك: لا بأس بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فهذا هو منطلق الشيخ رحمة الله عليه في حزمه في هذه المسألة، وهو الغيرة على السنة النبوية. وكل من التمس منه غيرة على السنة هذا الأصل أن نحمده، أن ندعو له، أن نثني على عمله، لا أن نسفهه ولا أن نقول أنه قد ابتدع شيء لم يكن عند السابقين. ثالثا، البدعة هي إحداث أمر على غير مثال سابق. ومن نظر في مقدمة الإمام مسلم يرى جليا أن هذا الأمر كان موجودا عند السابقين،
ولذلك تحركت همة الإمام البخاري فألف في الصحيح المجرد. لماذا؟ بسبب طغيان هذه الأحاديث التي كان يرويها القصاص والتي كان يقول بها الوعاظ في ذلك العصر. الحقيقة أن قولهم أن الشيخ ابتدع هذا القول قول مردود علميا بما ذكرنا من قول العلماء ممن كان قبله، وبما ذكرنا كذلك من أن هذا الأمر كان معروفا عند العلماء. ننتقل الآن إلى الاعتراض الثاني، وهو قولهم إن الشيخ الألباني يطرح الحديث الضعيف مطلقا وآفة المعاصرين التعميم. قولهم هنا أن الشيخ يطرح الحديث الضعيف مطلقا هذا قول من لم يقرأ كتب الشيخ. من طالع السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة وإرواء الغليل وصحيح سنن أبي داود المطول يعلم علم اليقين أن هذا القول من أبطل الباطل. فالشيخ رحمة الله عليه لا يهمل الحديث الضعيف مطلقا، بل يستعمله استعمالات في الصنعة النقدية واستعمالات كذلك في دراية الحديث. فلما هذا التعميم ولما هذا التلبيس؟ هذا شيء لا نرضاه، هذا شيء لا نرضاه. وأقول وأعيد وأكرر لأني أعرف أن بعض الناس إذا خاطبته بمثل هذا الكلام ينسبك للتعصب. أقول الذي نرضاه هو النقد العلمي البناء. ولم يقل أحد من العلماء أن الشيخ وأحكام الشيخ ليست قابلة للنقد، بل هي قابلة، وتراثه مفتوح أمام كل عالم وكل من يتقن هذه الصنعة لينتقده، لكن ينتقده بطريقة علمية. أما أن يلصق بالشيخ مثل هذه التهم ويطالبنا البعض بالسكوت وعدم الكلام، وإذا تكلمت فأنت متعصب، فهذا لا نقبله ولا كرامة. فإن الدفاع عن أعراض المسلمين من واجبات المسلم. فكيف إذا كان هذا الرجل عالما من علماء المسلمين بل وله الأثر البارز على إحياء علم الحديث في هذا العصر وعلى طلبة العلم في هذا العصر؟ الرد على هذه الفرية أن يقال الشيخ يستعمل الحديث الضعيف في التقوية بالشواهد والمتابعات، ومن نظر في كتبه يجد عشرات النصوص، واخترت لكم نصا واحدا. ها هو ذا يقول الشيخ الألباني عن سند من الأسانيد، يقول وهذا السند وحده ضعيف، لكن ضعيف وضعيف يتعاضدان وهذا أمر مشاهد. طيب ها هو الشيخ الألباني يستعمل الحديث الضعيف، كيف تقولون أنه يطرح الحديث الضعيف وفي عشرات الأمثلة يرقي الضعيف بالضعيف ويستعمله في الشواهد والمتابعات؟ إذن فقولكم أنه يطرح الحديث الضعيف مطلقا قول باطل وقول بغير علم. ثانيا، من أنواع استعمال الشيخ الألباني رحمه الله للحديث الضعيف استشهاده به إذا اندرج تحت أصل عام. نعم، استشهاد به إذا اندرج تحت أصل عام على طريقة العلماء. وأظن أن هذا المثال واضح بين في الرد على من يقول أن الشيخ لا يقيم وزنا للأحاديث الضعيفة. يقول الشيخ رحمه الله معلقا على حديث من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة، قال رواه أحمد وإسناده ضعيف لكن يستشهد به لأنه ليس شديد الضعف. إذن هذا نص واضح بين، إسناد ضعيف ويستشهد به. أين الذين يقولون أن الشيخ الألباني يعدم الأحاديث الضعيفة ويلقي بها في سلة المهملات ولا يقيم لها وزنا؟ هو ذا يصرح بعظمة لسانه أن هذا الحديث على ضعفه يستشهد به لأنه ليس شديد الضعف. وهذا هو صنيع الأئمة، هذا هو صنيع البخاري، هذا هو صنيع مسلم في مقدمة صحيحه، هذا هو صنيع جميع العلماء. فالشيخ يمنع من العمل بالحديث الضعيف لتأسيس أحكام شرعية ولا يمنع من رواية الأحاديث الضعيفة. الدليل الثالث على أن الشيخ رحمة الله عليه لا يهمل الحديث الضعيف مطلقا، فهنا مثال: الشيخ يضعف حديثا من أحاديث الأدعية ويستحسن العمل بها. فقد ضعف الشيخ رحمة الله عليه حديث الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. قال في ضعيف الترمذي ضعيف، يعني الحديث ضعيف لكن الدعاء حسن. وتالله إن هذا المنهج له منهج العلماء النقاد. فلقد رأيت الإمام أبا زرعة وأبا حاتم الرازيان رأيتهما يعني ينحوان هذا المنحى، بل هذا الأصل لعل الشيخ أخذه منهما. رأيتهما في كتاب العلل يضعفان
يعني بعض الأحاديث في الأدعية ويستحسنان العمل بها. وبهذه المناسبة أدعو طلبة العلم إلى الكتابة في هذا الموضوع، فقد أثار انتباهي، وهو الأحاديث التي أعلها العلماء واستحسنوا الدعاء بها، أحاديث الأدعية التي أعلها العلماء واستحسنوا الدعاء بها. وجدت أمثلة في علل ابن أبي حاتم، ومثال آخر عن الإمام البخاري، ومن بحث سيجد شيئا لا بأس به. الشاهد من هذا أن الشيخ لم يعدم هذا الحديث، بل استحسن العمل به. لماذا؟ لأنه من جملة الأدعية الطيبة المباركة ويندرج تحت أصل عظيم، فقال لا بأس أن يدعو به، لكن بشرط فقط أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نزيدكم من الشعر بيتا حتى يعني نقتل هذه المسألة بحثا. نقطة أخرى نرد بها على من قال أن الشيخ يعدم الحديث الضعيف ويهمله مطلقا. وجدنا الشيخ رحمة الله عليه يقر الإجماع على العمل بزيادة ضعيفة. قال رحمة الله عليه: جاء في بعض طرق الحديث، يقصد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث صحيح معروف عندكم في أبواب المياه. قال: زيادة في آخره إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهي زيادة ضعيفة. انظر جيدا يا طالب العلم، وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين كما قال النووي، وإن كان الإجماع على العمل بها. أين أنتم يا من تدعون أن الشيخ يهمل الأحاديث الضعيف؟ فها هو ينقل الإجماع على ضعف هذه الزيادة، ثم ينقل الإجماع على العمل بها مقرا، وقد سمعناه مرارا وتكرارا أنه يقر العمل بأن الماء الطاهر أو الطهور إذا تغير بنجاسة تغير أحد أوصافه الثلاث فينجس، وبناء على هذه الزيادة مع أنها زيادة ضعيفة. إذن الشيخ عند المنصفين لا يرى إعدام الأحاديث الضعيفة، بل يستعملها بطريقة علمية منهجية، بحيث لا يقع في التقول على رسول الله، بحيث يلتمس لها ما يعضدها من عمل ومن أصول أخرى. هذه المنهجية العلمية المنضبطة. أما ما يدعو إليه هؤلاء المعاصرون إلى إطلاق القول بأن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعني يقبل، هذا من شأنه أن يروج للبدع والمحدثات، بينما الطريقة العلمية المنضبطة هي النظر في القرائن التي تجعلنا في بعض الأحيان يعني نمشي بعض الأحاديث الضعيفة ضعفا يعني منجبرا، فيعمل بها أو يستشهد بها كما فعل الشيخ. مثال آخر: الشيخ يرى أن بعض الضعيف المنجبر عليه أنوار النبوة، مثلا الحديث المعروف في الأربعين النووية: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال الشيخ رحمه الله: رواه ابن ماجه، وقد حسن بعض مشايخنا إسناده، وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي إلى آخره. قال: لكن هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، يعني عليه أنوار النبوة، لا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقد تابع عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان. ها هو يقول أن هذا الحديث على ضعف إسناده عليه أنوار النبوة. لماذا؟ لأن أصل الزهد في الدنيا وأصل محبة الله للزاهدين ثابت بالكتاب والسنة، فعليه أنوار النبوة، وهذا فيه رد على من اتهم الشيخ بأنه يعدم الأحاديث. ننتقل الآن إلى الشبهة الثالثة. قولهم هنا: الشيخ لا يفرق بين الحديث الضعيف والموضوع. نعم، قد قالها بعضهم. الجواب: هذا من التسرع وعدم الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها، بل هو من التجني، وفي مقام النقد ينبغي العدل والإنصاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كيف لشيخ أفنى عمره في دراسة الحديث أكثر من 50 سنة لا يفرق بين الحديث الضعيف والموضوع؟ وصغار الطلبة عندنا الذين درسوا البيقونية يعرفون الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع، ويعرفون حكم الضعيف أنه يستشهد به إذا كان ضعفه يسيرا، وأن الموضوع إنما سمي حديثا تجوزا، والحقيقة أنه ليس بحديث. إذن هذه الإطلاقات تنبئ عن يعني نقد ليس موضوعي، والله نقد ذاتي ظاهر بين. يبطل هذا الزعم أن الشيخ الألباني رحمه الله فرق بين الحديث الضعيف والموضوع في نص واضح بين. قال رحمة الله عليه وهو يتعقب حديثا: وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع
وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام والفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين، فبعيد جدا عن سياق الكلام الحافظ، إذ هو في الحديث الضعيف لا في الحديث الموضوع. فهو يفرق بين الحديث الضعيف والموضوع. يعني من جاءنا بحديث الموضوع ويدعي أنه يعمل بفضائل الأعمال على قول من قال بهذا القول فقد أخطأ، لأن العلماء من قالوا بهذا القول إنما تكلموا عن الحديث الذي ضعفه منجبر. الشبهة الأخيرة ونختم بها إن شاء الله لنخرج بنتائج، قولهم أن الشيخ رحمة الله عليه أساء إلى كتب أهل العلم بتقسيم السنن إلى صحيح وضعيف. معروف ومشهور عندكم مشروع الشيخ الألباني مع السنن الأربعة، حيث ميز صحيحها من ضعيفها وطبعها باسم صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، وهكذا فعل مع باقي السنن. هذا مشروع ارتضاه الشيخ رحمة الله عليه، واجتهاد يعني ارتضاه الشيخ. هؤلاء المعترضون قالوا لا، قالوا إن موقفه من الأحاديث الضعيفة الموجودة في السنن موقف مجحف واعتداء على كتب أهل العلم الذين ارتضوا إدخال الضعيف، فلماذا هو يعيد إخراجها وهذا تصرف في كتب أهل العلم؟ طيب هذه وجهة نظر، والشيخ رحمة الله عليه له وجهة نظر أخرى. الآن نفسر وجهة نظر الشيخ ثم نزيد الأمر تفصيلا. إن تقسيم السنن إلى صحيح وضعيف ليس اعتداء على كتب أهل العلم، بل هو كتاب مستقل من شأنه تسهيل انتفاع الناس بأحاديث السنن وتمييزها. إنما تكون الإساءة أيها الأكارم إذا ألف الشيخ صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود وقال تخلوا عن أصل السنن وخذوا بصحيح سنن أبي داود فقط واتركوا عليكم جامع، أو خذوا بصحيح الترمذي واتركوا عليكم جامع الترمذي فإنه لا ينفع. هنا نقول لا، بل الأصل لا يستغنى عنه، لكن الشيخ ألف تأليفا مستقلا يخدم به كتب السنن، فمن أراد توثيق الحديث فليرجع إلى سنن أبي داود، من أراد معرفة الصحيح من الضعيف فليرجع إلى صحيح وضعيف سنن أبي داود. هذا ليس اعتداء، بل هذه خدمة للسنن. طيب هل ابن بلبان لما رتب كتاب ابن حبان صحيح ابن حبان هل اعتدى على ابن حبان ولا ما اعتدى؟ كل العلماء حمدوا صنيع ابن بلبان حين رتب صحيح ابن حبان على الأبواب الفقهية، لأن ابن حبان رتب كتابه ترتيبا عسرا جدا، فقام ابن بلبان بماذا؟ بإعادة ترتيبه. طيب هل اعتدى على صحيح ابن حبان؟ وهكذا كل من خدم يعني الأحاديث الموجودة في كتب أخرى، هل هذا اعتداء؟ لا، هذا تأليف مستقل. أبو علي الغساني له كتاب الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني، هل اعتدى الغساني على سنن الدارقطني حين خرج الأحاديث الضعاف في سنن تلك السنن؟ مع أن العلماء قالوا قديما أن الدارقطني إنما جمع السنن ليجمع غرائب الحديث، هو يعرف أنها غريبة وهو إمام مبرز في العلل. طيب لماذا ذهب الغساني واستخرج الضعيف منها؟ هل اعتدى الغساني؟ لا، ما اعتدى، لأنه ألف تأليفا مستقلا. إذن أيها الأكارم حتى نفهم صنيع الشيخ، هو أراد فكرة أن يؤلف كتابا خادما لكتاب السنن، ولم يقل استغنوا عن أصل الكتاب وخذوا بكتابي. ثانيا هذا العمل تمناه بعض أهل العلم من قديم، وعلى رأسهم العز بن عبد السلام، فقد جاء عنه في كتابه مصالح الأنام: فإن قيل هل يجوز الاستدلال بسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي مع اشتمالها على الأحاديث الضعيفة والواهية؟ قال: وكان لهم مندوحة، يعني العلماء، إما بأن يفردوا الصحيح ويجردوه حتى يقع الانتفاع به كما فعل البخاري ومسلم. هو ذا العز بن عبد السلام في القرن السابع قال: لو أن العلماء أفردوا الأحاديث الصحيحة وجردوها من الضعيفة التي في سنن أبي داود وابن ماجه لكان أفضل. قال: وإما أن ينصوا على الصحيح والضعيف ليتميز الصحيح النافع من السقيم الضار، وهو ما وقع في الطبعات مؤخرا، طبع سنن الترمذي يعني بأحكام الشيخ. إذن هذا شيء ومشروع علمي يعني كان في مخيلة علمائنا السابقين، فلماذا يتهم الشيخ رحمة الله عليه بالابتداع في مثل هذا الأمور؟ طيب دعونا نرجع إلى الوراء. ها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يأمر بتجريد الموطأ من رأي مالك بن أنس،
فقد قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كما في شرح علل الترمذي: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ. يعني مالك كان يذكر مذاهب الفقهاء في موطئه، وسفيان في الجامع، يعني سفيان بن عيينة في جامعه، وسفيان في الجامع. قال: وكان أحمد يكره ذلك وينكره، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. الشاهد من هذه القصة التي سقتها أن أحمد وهو إمام أهل الحديث كان له رأي، وهو أن الذي يروي، أظن هذا خاطب به لما سمع بموطأ ابن بكير أو غيرها، قال كان يأمر أن يجرد الموطأ من آراء مالك. طيب مالك رحمه الله لما صنع الموطأ يعني أدخل فيه الرأي، هذا اجتهاد منه وله يعني وجهة ونظر حسن، لكن هل صنيع الشيخ أو الإمام أحمد رحمة الله عليه هل يستطيع أحد أن يقول هذا اعتداء على موطأ مالك حين أمر بتجريد هذا الموطأ من الآراء الفقهية لمالك والاختصار بالأحاديث؟ لا، هذه وجهات نظر، هذه أفكار الناس يخدمون بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اتهم الشيخ بالإساءة إلى كتب السنن بسبب الصحيح والضعيف، فسيأتي اليوم الذي يتهم فيه العز بن عبد السلام، ويتهم فيه الإمام أحمد، ويتهم فيه ابن بلبان وغيرهم، يتهم أنهم أساءوا إلى كتب أهل العلم. ومع هذا لا نكتمكم أن بعض أهل العلم من المعاصرين، يعني ممن لهم نقد بناء، اعترض على صنيع الشيخ في هذه القضية. منهم شيخ شيوخنا الشيخ حماد الأنصاري نزيل المدينة، فقد سأله ابنه عن عمل الشيخ الألباني في السنن الأربعة، قال: هذا اجتهاد خاطئ وليس كل اجتهاد صحيحا. فالشيخ حماد يرى أن هذا التقسيم يعني أوهم بعض جهلة الناس أن القسم الضعيف يعني لا يعمل، أو القسم الضعيف هذا يتخلص منه، وكأنه رأى أن هذا الاجتهاد غير موفق لغرض من الأغراض. وها نحن نسوق لكم هذا النص بيانا للحقيقة. لماذا؟ لأننا كطلبة علم ولله الحمد ليس عندنا تعصب، وليس عندنا نقل كلام دون نقل الكلام المعارض. نحن نعترف أن هناك من اعترض على هذا الاجتهاد، لكن الشيخ اعترض، قال هذا اجتهاد خاطئ، ولم يقل أن الشيخ اعتدى على الكتب أو قال أن الشيخ قد ابتدع شيء لم يكن. هذا هو النقد العلمي البناء الذي نريده. نريد من يعترض على الشيخ الألباني بأدب وبأدلة علمية وباعتراف بالحق وعدم تسفيه وعدم سب وشتم. طيب، حتى لا نطيل والمجلس قد طال بنا، ننتقل مباشرة إلى نتائج هذه الكلمة التي أردت من ورائها الدفاع عن علم من أعلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عصرنا، بل أردت من ورائها الدفاع عن السنة في حد ذاتها. فإن الدفاع عن أئمة السنة وبيان مواقفهم هو في الحقيقة رفع لشأن هذه السنة. فمن نتائج هذه المباحثة التي تباحثنا فيها، أولا أن موقف الشيخ الألباني رحمه الله من الحديث الضعيف موقف علمي متزن لم ينفرد به. له اجتهادات، نعم، قد يصوب في بعضها ويخطأ في البعض الآخر، هذا لا بأس به ولا حرج. قد يضعف الشيخ رحمه الله والحديث صحيح أو حسن مثلا، وقد يحسن والحديث ضعيف، نعم، هذا ولا زال الناس يختلفون. المهم أن موقف الشيخ رحمة الله عليه لم يخرج عن الإطار العلمي، هذا الذي يهمنا، أنه لم يخرج عن الإطار العلمي. ثانيا، بعض المعترضين لم يفهموا موقف الشيخ وأسرفوا في اتهامه بغير دليل، وقد مر معنا أن هؤلاء المعترضين لم يفرقوا بين موقف الشيخ من رواية الحديث الضعيف وموقف الشيخ من العمل بالحديث الضعيف الذي ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة. والتدقيق في المقالات مطلوب والإنصاف عزيز. ثالثا، هدف بعض المعترضين على الشيخ هو إيجاد مستند للبدع والمحدثات التي يقرونها اتكاء على الأحاديث الضعيفة. هنا السر معشر الإخوة، إن السر في هذه الهجمة الشرسة على موقف الشيخ الألباني من الأحاديث الضعيفة هو أن هؤلاء أو بعض هؤلاء يريدون التأصيل لبدعهم الاعتقادية والعملية
من عبادة غير الله والأذكار المحدثة ونحوها من التعلق بالموتى، يريدون الاتكاء على أحاديث ضعيفة وموضوعة، يعني تسويغا لما هم عليه من التوسل مثلا بالأولياء والصالحين، من طلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا يستميتون في الدفاع عن هذه الأحاديث. الحقيقة هذا هو الموقف الصحيح الذي انطلق هؤلاء منه للرد على الشيخ في هذه المسألة، وإلا فالمسألة حديثية والعلماء قد قال بها من كان يعني قد سبق الشيخ رحمة الله عليه. رابعا، لم يكن نقد بعض المعترضين لموقف الشيخ موضوعيا، بل كان ذاتيا بسبب المخالفة في المذهب العقدي أو الفقهي. نعم يا إخواننا، هذه نقولها بملء الفم، وهذه نقولها لله وللتاريخ. من أراد أن ينتقد الشيخ فالشيخ رحمة الله عليه كان ينادي في حياته، وقد سمعته بأذني يقول: العلم لا يقبل الجمود. وكان يقول: أحب أن يأتي من بعدي من ينتقد أحكامي. فنحن لسنا ضد نقد الشيخ الألباني، بل ولسنا ضد نقد أي عالم من العلماء، لأن النقد بالنسبة لطالب العلم ظاهرة صحية، لأن من شأن هذا النقد أن يطور وأن يزيد من موثوقية السنة النبوية، فهذا مطلوب على طول ولا يختلف فيه اثنان. لكن أن يأتي أحد يخالف الشيخ في عقيدته وفي مذهبه وفي توجهه ويصب جام غضبه عليه تسفيها وتبديعا ويعني حطا عليه، حطا من قيمته، فهذا لا نقبله، لا نقبله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالذب عن أعراض المسلمين، فكيف بالذب عن أعراض علماء المسلمين؟ فكيف بالذب عن عرض شخصية علمية بارزة اعترف لها القاصي والداني المخالف والمؤلف بالفضل في هذا العصر، هو الذي حرك الهمم للبحث في الحديث الشريف. ليس من الإنصاف في شيء أن ينسب شيخ من الشيوخ إلى البدعة والإحداث بمجرد مخالفة مذهبك أو مخالفة اتجاهك سواء العقدي ولا الفقهي ولا الفكري. إذن هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. خامسا وأخيرا من نتائج البحث أيها الأكارم، وقد أطلت عليكم، أقولها وأحسب أني من المشتغلين بالقضايا المعاصرة حول السنة النبوية: إن الحملة على رموز أهل الحديث في هذا العصر قصد إسقاطهم ليست بريئة، ولو تستر أصحابها بستار البحث العلمي والنقد الموضوعي. هذه الحملة ليست بريئة، بل هناك غرض من إسقاط هؤلاء الرموز. لماذا؟ ليسقط الشيء الذي كانوا يدعون إليه. فهؤلاء ما دعوا لأنفسهم، هؤلاء دعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى. فإن التهاون في الدفاع عن هؤلاء الرموز كائنا من كان إنما هو مطية لإسقاط دعوتهم، دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، دعوة تحكيم القرآن والسنة، دعوة احترام وتعظيم الحديث النبوي. فإن نحن تساهلنا مع هؤلاء فإن المقصود بذلك هو سنة نبينا، المقصود بذلك هو مذهب أهل الحديث، وقد تفضل لهذا سلفنا الصالح. فسلفنا الصالح كانوا يقولون: من رأيتموه يطعن في أحمد فاتهموه على الإسلام، من رأيتموه يطعن في فلان فاتهموه على الإسلام. نعم أيها الأكارم، إننا نتهم من يطعن في علماء أجلاء خدموا السنة، نتهمهم بأنهم يريدون شرا بمذهب أهل الحديث. لذلك نحن ندافع عنهم ليس تعصبا كما يزعم، ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى وجميع طلبة العلم لا يعرفون التعصب، وإنما نخشى على سنة نبينا، نخشى على هذه الصنعة الحديثية أن تضيع وأن تسفه، أن يسفه أحلامها. هذا الشيء الذي لا نحبه ولا نرضاه. في الختام أيها الأكارم، بعد شكركم لي يعني جميل إنصاتكم، وقد بلغنا الوقت المعلومة، هناك توصيات لهذا البحث. أكتفي بتوصيتين اثنتين. أوصي إخواني من طلبة العلم وأبنائي وبناتي من طلبة العلم، أوصيهم بالتعمق في دراسة تراث الشيخ الألباني رحمة الله عليه وتسجيل رسائل علمية، وأوصيهم بالتعمق وتسجيل رسائل علمية في دراسة تعقباته على من سبق. الشيخ الألباني ترك لنا تراثا عظيما يحتاج إلى
تعقب، يحتاج إلى نقد، يحتاج إلى استفادة، إلى تفتيش، إلى إظهار. فأين طلبة العلم؟ عليكم أن تسجلوا دراسات في تعقبات الشيخ الألباني على من سبق. فطالب يتناول تعقبات الشيخ على الحافظ بن حجر مثلا، وطالب يتناول تعقباته في الجرح والتعديل، وآخر يتناول تعقباته في التعليل والتصحيح والتضعيف. كذلك الشيخ رحمه الله ذكر في مصنفاته قواعد، ورجح قواعد في الجرح والتعديل. يستحسن بطالب علم نبيه أن يقرأ أو أن يستخرج هذه القواعد وأن يبرزها وأن يحاكمها إلى أقوال السابقين. كذلك مما يعني تنوزع فيه في هذا العصر قضية تحسين الأحاديث عند الشيخ الألباني رحمه الله. فبعضهم يقول أن الشيخ متساهل في تحسين بعض الأحاديث وترقيتها، فلما لا يبحثها أحد طلبة العلم بحثا مركزا على كتاب معين. وهكذا نحتاج إلى بيان جهود الشيخ رحمة الله عليه في الدفاع عن السنة رواية ودراية. فهذه الجهود ينبغي أن تجمع وأن تحفظ للأجيال. كما أوصي الباحثين بانتهاج منهج الشيخ الألباني رحمة الله عليه وإكمال مسيرته في مشروعه تقريب السنة بين يدي الأمة. فالأمة لا تزال تحتاج إلى من يقرب السنة بين يديها، تحتاج إلى من ييسر علم مصطلح الحديث ويجدد فيه ويجدد في علم العلل. والتجديد ليس المقصود به نقد أصول السابقين، وإنما هو تجديد في الطرح وتجديد في البيان، خاصة وأننا في زمن طلبة العلم فيه لا يصبرون على المطولات. فينبغي أن نكون على سنن علمائنا عليهم من الله الرحمات والبركات في تقريب السنة بين يدي الأمة. فختاما أيها الأكارم، وقد طال بنا المجلس، ختاما إنما عقدنا هذا اللقاء وهذه المحاضرة يعلم الله سبحانه وتعالى ليس تعصبا لشخص من الأشخاص، وإنما غيرة على دين الله عز وجل، وغيرة على علماء المسلمين وعلى رموزهم. فإن ذهاب هؤلاء ثلمة عظيمة في الدين لا يسدها إلا عالم مثله، وهيهات أن يأتي مثل السابقين. وها نحن نرى أيها الأكارم أنه كلما مات عالم لم نجد من يعوضه. فالمطلوب منا أن ندافع عن علمائنا باستماتة، وأن ندافع عن مناهج علمائنا باستماتة من غير تعصب، ومن غير يعني اعتقاد أن ذلك العالم يقول الحق ولا يخطئ. هذا ليس من عملنا وليس من وكدنا كما يقال، بل المطلوب هو النقد العلمي البناء، النقد الذي من شأنه أن يزيد السنة النبوية موثوقية، النقد الذي من شأنه أن يقدم الأمة إلى الأمام ويقدم علوم الحديث إلى الأمام، لا أن نطعن في جهود علمائنا طعنا فاحشا ونسقط ما قاموا به من مجهودات جبارة على طوال السنين. فهذا ليس من النقد في شيء. ففرق بين النقد الذي هو الهدم وبين النقد. في الختام أيها الأكارم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم شيخنا الألباني رحمة الله عليه برحمته الواسعة، وأن يجزيه عما قدم خير الجزاء، وأن يوفقنا للاتساء والاقتداء به وبإخوانه من العلماء السابقين واللاحقين الذين هم في مضمار خدمة السنة النبوية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كذلك أن يبرئنا من التعصب كبيره وصغيره، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.